عمرك فكرت انت ليه بتحب قهوة النسكافيه بس بتعرف ان قهوة الشاي مع انهم الاتنين زي بعض؟ اقول لك ليه؟ علشان الهوا. انت كده محمد صلاح ومحمد رمضان الاتنين بيقدموا للمجتمع ولا شيء فعلا ولا اي حاجة ليها قيمة. شوية مخدرات، بس مخدرات صلاح شكلها شيك وملفوفة في علبة حمراء مكتوب عليها صنع في المملكة المتحدة، انما مخدرات محمد رمضان مضروب عليها ستروكس وبتتباع على النصر. قيس على كده بقى كل الحاجات اللي شبه بعض، وانت بتفرق في المعاملة وبتلاقي نفسك مجرد من وجهة نظرك منطقية جدا علشان تقنعها انهم مختلفين. عاوز امثلة تانية عشان ادمر لك الوهم؟ اقول لك، ام كلثوم وفيفا عبده الاتنين بيشبهوا غريزتك، والاتنين لو حابة الوالدة عزها الله عملت اللي بيعملوه هتقول لها جبت لي العار يلا. لو ما عجبكش تشبيه فيفا عبده حط مكانها الفنانة روبي وعادي ما تتكسفش، كلنا بنغلط يا عادي. احنا عندنا مشكلة في المعيار اللي بنقيس بيه الحاجات. ممكن تقبل انتقاد لذوقك في اختيار هدومك من زميلتك نرمين الأمورة، بس مش ممكن تقبل نفس الكلام من عم عيد عامل المنوفية، صح ولا إيه؟ ممكن ترفض بشدة إن عم عبد البواب يفرد رجله على كرسي قصاد العمارة، وتوافق عادي إن واحد شعر أصفر يعرف جزمته تمبرلاند على كلمة كوستا كافيه. يا بيه إحنا بؤساء والله، إحنا سلمنا عقولنا لحد فضل ينخر فيها لحد لما خربت وبقت ما تسواش أي حاجة. افهم. سنلتقي إن كان في العمر بقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.